السلامة البنات، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة ديالي اللي كتهتم بالعناية بالبشرة. خصوصا اليوم اللي غادي نهضروا على واحد البشرة اللي بزاف الناس كيعانيو منها، هي البشرة الحساسة اللي كتعاني بزاف من المنتوجات مع الغبرة مع الشمس. واليوم غادي نهضروا على العلامات البشرة الحساسة، كيفاش نعرفوا بعد اصلا واش عندنا بشرة حساسة ولا بشرة جافة ولا بشرة مختلطة. ولكن الناس اللي كيعانيو من البشره الحساسه كيفاش يعرفوا بان البشره ديالهم هي بشره حساسه، باش يتفاداو بزاف المشاكل اللي كيعانيو منها. وشنو خصك ديري باش تعتني بها خطوه بخطوه بلا ما تضريها. حضري دابا معايا كويز ديال اتاي وخليني نشارك معكم كل التفاصيل على البشره الحساسه. وهذا النوع من البشره كيتعرض بزاف للحساسيه، وهذا الشيء كيرجع لعده عوامل. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضح لكم شنو هما العوامل اللي كتاثر على البشره الحساسه، اعراض البشره الحساسه، الاسباب ديال الحساسيه وعلاش كتولي البشره حساسه، والحلول وبعض النصائح باش نتفاداو ونتهلاو ان شاء الله في البشره ديالنا. الاعراض ديال البشره الحساسه كنحسو بواحد التنميل وبواحد الشد للوجه، سخونيه دايمه في البشره، احمرار وتهيج خصوصا مع بعض المنتوجات اللي كنكون عندنا الحساسيه منها، والبشره كتبان مشدوده ومرهقه. الاسباب ديال الحساسيه، بعض المنتجات العنايه بالبشره، بعض منتجات العنايه بالبشره الروتين اليومي مثلا بحال الكريم الترطيب ولا بعض الزيوت اللي كنديروها باش نرطبوا بها البشره، كلها انها تقدر تكون عندها حساسيه من هاد المنتوجات وما كتستحملهاش البشره. المواد التنظيف، العيالات الحادقات، المواد التنظيف اللي كنضلوا في الكوزينه كنبقاو ها جافيل، ها سانيكروا، ها تيد، ها يعني كل هاد المنتوجات تقدر دير لك حساسيه في الوجه ديالك، في البشره ديالك. التغيرات الهرمونيه مع الدوره الشهريه، ملي كتجيك الدوره الشهريه التغيرات الهرمونيه كتاثر على البشره ديالك، يعني ردي البال. وكذلك تغيرات الجو، مثلا ملي كنكونوا في واحد الفصل البارد وكنتحولوا لفصل سخون، يعني ولا الجو ملي كيكون بارد حتى كيتولي سخون مع التقلبات المناخيه، الوجه ديالك تيتبدل وكيتحسس من الجو، من تغيرات الجو. وكذلك كاين الماء اللي فيه الكالكير، حتى هو ممكن يزيدك في تهيج البشره. النصائح اللي نقدر نقول لك بان الترطيب ضروري في هذه الحاله، ونديروا المنتجات اللي كتهدن البشره ديالنا بحال الكريمات اللي كتهدن، بحال الكريمات ديال بيوديرما، يعني بزاف ديال الكريمات اللي كتهدئ البشره ديالنا. الزيوت الطبيعيه اللي نقدروا نديروها بالليل ماشي بالنهار، اللي دار زيوت خفيفه، بعض الكريم بحال زيت اللوز كيهدن البشره، زيت ديال الجنجلان. جاني واحد السؤال قال لك واش نقدر ندير التقشير. تقدري ديري التقشير ولكن بحذر، يعني تقدري ديريه من كل 15 يوم، يعني بواحد المنتج اللي هو لطيف، يعني يكون مقشر لطيف ما يكونش قاصح على البشره. والماسكات ضروري نديروا الماسكات اللي كتكون مهدئه، اللي كان 2 مرات في السيمانه ما فيها باس. حاولي تختاري المنتجات ديالك ديال التجميل وديال العنايه ما يكونش فيها العطور، ما تكونش فيها الريحه، ما يكونش فيها الكحول، ما يكونش فيها الزيوت الاساسيه. وتفاداو كذلك الصابون حتى ولا كان طبيعي، يعني طبيعي، يعني صابون دو مارساي تا هو يقدر ياثر لك على البشره ديالك. تجنبوا كذلك تمشيو للحمام سخون، لا نمشي للحمام نكمد عظامي بصحتك لا، ولكن ما تمشيش للحمام اللي هو سخون بزاف وتبقى فيه 3 السوايع، ضروري ما غادي تاثر لك على البشره ديالك. الحار، الناس اللي كيعجبهم الحار راه حتى الاكل اللي فيه الحار راه هو تيضر بالبشره ديالك الحساسه. الناس اللي كيمشيو كيخرجوا بلا واقي شمسي، هادوك راه صراحه كيخاطروا بالبشره ديالهم، لان البشره ديالهم حساسه، ضروري من الواقي الشمسي. و يعني نديروا الواقي الشمسي باش نخرجوا للشميشه، ولا كذلك حتى الا كنا في الكوزينه كنطيبوا نديروا الواقي الشمسي ديالنا كل 2 ساعات ولا كل 3 سوايع. تنساوش للياتي بان البشره الحساسه خصها واحد المعامله خاصه، بحال عندك بيبي صغيور
نعاملوها بحال شي بيبي صغيور، يعني نديرو التجربة على جزء صغير من البشرة ديالنا قبل ما نستعملو المنتج الجديد. مثلا انت عينك على شي منتج تجميلي جديد وباغا تشريه، ديري فواحد الجزء صغير من البشرة ديالك وجربيه. الا والمك تبارك الله، الا جاك حميرار وجاتك الحكة حيدي بعدي منه. دابا كيفاش نقدروا نعتنيو بالبشره ديالنا الحساسه؟ جاني سؤال بان كيفاش نعرف ان البشره ديالي بشره حساسه. اول سؤال اللي كنسولوه لراسنا هو ان كيفاش كنعرفوا راسنا ان كيفاش كنعرفوا عندنا بشره حساسه. كاينين بزاف ديال العلامات اللي كتبين بان البشره ديالنا هي بشره حساسه، بحال الاحمرار، يعني الوجه ديالنا كيولي احمر سواء بعد الغسل او الاستعمال ديال شي منتج كيولي احمر. حتى كيبدا كيتقشر بعد خطرات وكيولي ناشف. ياك عندك بعد خطرات كتجيك الحكه كتبقاي تحكي فيه الا درتي شي كريم ولا شي صابون. بعد خطرات كتجيك شي حبوب صغيره في الوجه ديالك. الشميشه الا تعرضتي بزاف للشمس كيتشوط. والخطا اللي كيديروه بزاف ديال البنات هو انهم كيستعملوا منتجات ديال الناس اللي عندهم بشره دهنيه اولا بشره عاديه وهما بشرتهم حساسه. يعني هذا هو الغلط الكبير، خصهم اصلا يعرفوا واش البشره ديالهم حساسه باش يتفاداو كاع هاد المشاكل. وضروري باش يعرفوا بان البشره ما كتكونش في الاول بعد خطرات حساسه، يعني ولكن كتولي حساسه الا بقيتي كتستعملي منتجات تجميليه اللي هي قاصحه، اللي الجو اللي بديتي كتعرضي للجو، اللي تغيرات الجو كتخرجي في البرد، من البرد كتمشي للسخون، من السخون كتمشي يعني حتى الجو كيلعب واحد الدور كبير. الناس حتى الوراثه، مثلا ماماك جداتك، يعني الا كانت عندها البشره حساسه ولا بعد خطرات كتبقاي ديري لي الكوماج كيكون قاصح على الوجه، كتولي هذيك الساعات البشره حساسه. ردوا بالكم. دابا غنتقل معكم للروتين الصباحي للبشره الحساسه. غادي تبداو بروتين صباحي مناسب للبشره الحساسه، واهم حاجه هنايا هي اننا نقلبوا على شي حاجه اللي هي رطيبه على الوجه ديالنا. ماشي نغسلوا وجهنا بحال شي كنغسلوا شي طنجره ديال الكوكوت، يعني خصنا نقلبوا على واحد الغسول اللي كيكون لطيف، ما فيش الكحول، ما فيش الريحه. من ساليو من الغسول ضروري نشفوا وجهنا ونديروا واحد التونر ولا نديروا الماء ديال الورد. تصاحبوا مع ماء الورد لان ماء الورد راه كيكون مهدئ ديما عندك في صاكك كل مره كترشي به وجهك لانه كيهدن البشره. ما تنساوش واحد السيروم اللي هو كيكون سيروم اللي هو يومي كتستعمليه كترتاحي ليه، بقيت تستعمليه ما تحيديش. واحد المرطب حتى هو مرطب يكون خفيف ومزيان للبشره ديالك. واهم حاجه واقي الشمسي. دائما كنكرر لكم بان الواقي الشمسي هو اهم حاجه في اي روتين، خصوصا للبشره الحساسه. بطبيعه الحال ما يكونش فيه الريحه، ما يكونش فيه الكحول وبزاف ديال وما يكونش فيه تركيبه فيزيائيه اللي كتكون قاصحه على الوجه. بالنسبه للروتين الليلي والعنايه اللي نقدو نعتنيو بالبشره ديالنا، البشره الحساسه، يعني كما موالفين من ندخلوا من الزنقه، خصوصا الناس اللي كيكونوا خدامين يعني ولا السيدات اللي كيكونوا في الدار بالليل صافي كتغسل وجهها بالغسول كما موالفه، كتنظفو، كدير التونر، سيروم ضروري، المرطب وماسك اللي كنقدروا نديروه 2 مرات في الاسبوع. ماسك اللي كيهد الماسك الطبيعي ولا الماسك اللي كيكون مشري مثلا، ولا الماسك اللي كنقدروا ناخذوه من مينيسو ولا من اي بلاصه اللي كيكون فيها الماسك اللي كيكون فيها مواد اللي كتهدئ البشره. وتجنبي الريتينول ولا الاحماض القويه اللي صراحه اللي كتاثر على الوجه. كاينين اخطاء بزاف كيديروها البنات بلا ما كيحسوا، بحال انهم كيستعملوا بزاف ديال المنتجات بدقه واحده، وهذا الشيء ماشي في صالح البشره ديالك. يعني انك كتمشي كتجربي منتج جديد كتشوفيه في التيك توك ولا كتشوفيه في المواقع التواصل كتقولي هذا زوين، شوف كيفاش رجع البشره للبنات. لا، راه انت عندك بشره حساسه، ما يمكنش ليك، خصك اصلا ديري اي منتج جديد شريتي خصك ديري تيست عليه بشي بلاصه من الوجه لتحت باش تشوفي واش والمك ولا ما والمكش. المقشرات اليوميه بعدي عليها،
خصوصا اللي كتكون قويه، وانك كل مره كتبقاي تقيسي في وجهك، كل مره كتبقاي تقيسي في وجهك، هادشي ما كيصلحش للبشره الحساسه. وما نساوش الواقي الشمسي، الناس اللي ما كيستعملوش الواقي الشمسي ضروري بان الواقي الشمسي خصكم تستعملوه، لان هذه اخطاء كديروها نتوما، خصوصا البنات اللي عندهم البشره الحساسه ما كيستعملوش الواقي الشمسي. وننصحكم بالصبر، لان البشره الحساسه كتبغي الحنان، كتبغي اللطف، كتبغي الواحد يعتني بها بشويه عليها، فلذلك خصك تكوني صبوره سيدتي. دابا حبيباتي، هذه كانت نظرة مفصلة للبشرة الحساسة، كيفاش تعرفيها، شنو ديري ليها باش تعتني بها. إلا عندك تجربة شخصية مع البشرة ديالك خليها ليا في كومونتير. إلا عندك شي تجربة شخصية مع بشرتك خليها ليا في كومونتير، بغي الصراحة نسمع القصص ديالكم مع البشرة. وطبعا ما تنسوش الإعجاب والاشتراك باش يبقى يوصلكم كل فيديوهات جديدة كل أسبوع. وبسلامة.